رضي الله عنهم. الرضا هنا أن الله عز وجل، معنى رضي الله عنهم أن الله تعالى زكى قلوبهم وزكى أعمالهم وتقبلها منهم. وهذا من أعظم الحمد لله المنح من الحق سبحانه جل وعلا، أن يزكي الله عز وجل قلوبا تزكية تامة، وأن يتقبل ويزكي الأعمال ويتقبل منهم هذه الأعمال. وأيضا من الرضا، هذا أمر عظيم جدا، ومن كما قلت منحة من الحق سبحانه جل وعلا. ومن الرضا أيضا المغفرة التامة والصفح وقبول التوبة، وأيضا المحبة، يحبهم ويحبونه، محبة الله عز وجل للعباد من أعظم الرضا. وكذلك في الآخرة هؤلاء المحبوبون، هؤلاء الذين رضي الله عنهم، ينزلهم الله عز وجل المنزلة الرفيعة في في الفردوس عند الله تبارك وتعالى. ومن الرضا أيضا أن الله يتولى أمرهم في الدنيا والآخرة، فالله عز وجل ولي لهؤلاء الذين رضي الله عنهم. وقوله سبحانه وتعالى ورضوا عنه، هذه أيضا هذه من العباد نحو الله سبحانه جل وعلا. فهذه أولا فيها المحبة، من الرضا المحبة الخالصة العميقة للحق سبحانه جل وعلا. ومن الرضا عن الله طاعة الله عز وجل، لا يمكن أن تصور رضا بدون طاعة. هؤلاء رضوا عن الله عز وجل بطاعتهم لله عز وجل وبتوكلهم على الله سبحانه جل وعلا. أيضا من الرضا عن الله عز وجل الشكر المنعم سبحانه على ما أسدى وأنعم من نعم مستمرة غير مقطوعة. وأيضا من الرضا يعني الثبات على الأمر، أيضا التقلب نعوذ بالله والتردد، هذا ليس من الرضا في شيء عن الله عز وجل. فالذي رضي عن الله عز وجل يكون ثابتا على الحق وعلى الخير إلى أن يلقى الله عز وجل. ومن الرضا أيضا فداء الدين، ويعني بكل إنسان ما يملك، وكذلك الوفاء بكل العهود وكل مواثيق هذا الدين ومواثيق الخير والحق في كل وقت وحين. وأيضا من الرضا عن الله عز وجل التسليم الكلي لله عز وجل فيما قدر وقضى. أعود أقول معنى التسليم ليس هو معناه يعني عدم القيام بأي عمل، لا، نحن نقول الأخذ بالأسباب بكل قوة بكل إرادة وبكل تفاصيلها وباستفراغ الجهد في الفهم والعلم والإعداد. ولكن في كل ذلك ومع كل ذلك لا بد من تسليم الكلي لله عز وجل فيما قدر وقضى.